السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أحلى ناس في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نشوف ريحة العيش الجميلة دي بتاعت زمان وروايح زمان. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة أسهل عيش شامي. زي ما انتوا شايفين، مفيش ولا رغيف ما ارتفعش معايا، وكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا كيلو من الدقيق السايب زي ما انتوا شايفين، وانا متعمده ان انا مفضوش من الكيس عشان تشوفيه. انا جايباه سايب من عند العطار زي ما انتوا شايفين كده. عندي ربع كوبايه من الزيت، 3 معالق من السكر، معلقه صغيره من الملح، كيس كيس خميره، ومعلقتين من الخل. دي كل مقادير العيش بتاعتنا معانا زي ما انتوا شايفين، سهله وبسيطه. تعالوا بقى نفضل الدقيق في العجان. عايز تعجني على ايدك، عايز تعجني في العجان اللي يريحك. تمام كده. هفضي كل الدقيق بالشكل ده كده. ده كيلو دقيق. كيلو دقيق هيعمل لي 14 رغيف. هنزل بقى الملح وهنزل السكر وهنزل الخميرة وهشغل العجان كده. المقادير تتقلب معايا وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بالشكل ده، لأول مرة يشوف القناة بتاعتي ويشرفني، اتمنى تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتكتبي لي تعليق حلو منك كده، وتشوفي كده لو انتي عايزة اي فيديو انا تحت امرك. زي ما انتوا شايفين قلبت المواد الجافة كده بالشكل ده. هنزل بقى معلقتين الخل، واحنا عارفين كلنا الخل فوائده ايه وبيخلي العجينة عاملة ازاي. بيديها هشاشة بيدي هشاشة للعجينة وبيفتح لونها. انا هقلب تقلبتين كده بس المواد الجافة، وبعد كده هنزل بالخل، وبعد كده هنزل بالمية الدافية. مية دافية طبعا عشان الخميرة تشتغل معايا ويسرع لي تخمير العجينة. تمام. هقلب بس كويس كده زي ما انتوا شايفين، بايديا بقى او بالعجان زي ما انتوا عارفين. بعد كده هوقف بقى، انزل الخل وانزل المية. تمام. عايزة تعجني بلبن حليب او لبن بودرة براحتك. ممكن تحطي معلقتين لبن بودرة بيدي طعم حلو قوي. ممكن تحطي مثلا معلقتين قشطة من وش اللبن، بيدي برضو طعم حلو. حسب ما انت عايزة. نزلت الزيت ونزلت شوية من المية بالشكل ده. تخلي بالك بقى عشان ما تزوديش مية تاني، تضطر العجينة معاكي وتضطري تزودي دقيق. كده المكونات هتختلف معاكي. فنزلي زي ما انت شايفة كده، شوية بشوية. انا شايفة كمية دقيق في قاع العجان، عشان كده نزلت شوية مية كتير. لو انت بتدلقي ادلقي حبة بحبة صغيرين، علشان العجينة ما تطرش معاكي وتضطري تزودي دقيق تاني. بالشكل ده. انا عايزة العجان ينضف معايا خالص. لو انتوا ملاحظين بصوا، الدقيق بيختفي، في نفس الوقت العجان نضف معايا بالشكل ده. هسيبها تتعجن شوية حلوين بقى، لمدة 5 دقايق كده بالعجان، لحد ما العجينة تبقى طرية معايا وبتلزق حاجة بسيطة. بصوا العجينة عملت ازاي. انا هنا نزلت اخر نقطتين من الزيت، علشان اما اجي اشيل العجينة ما تلزقش في ايديا. بصوا العجينة، المفروض ان انا كنت دهنت ايدي زيت وبعد كده مسكت العجينة، بس انا مسكتها كده عشان اوريك التلزيقة بسيطة. طبعا أنا ايدي اللي هي اتبهدلت دي اللي انا كنت ماسكه بقى العجينه من الاول من جوه. ف يعني اتعملت بالعجين كتير. العجينه خبرت معايا عدد اكتر من ساعه الا ربع. بعد كده جبت صاج كده وحطيت فيه زي ما انتوا شايفين دقيق، وبعد كده هبتدي بقى اشكل على قد الرغيفه اللي انا عايزاها. عايزاها كبيره، عايزاها وسط، عايزاها صغيره. الحجم اللي انت عايزاه قطعيه، وهو ده يبقى حجم الرغيف بتاعك. انا خليته كبير شويه زي ما انتوا شايفين.
يعني زي بتاع الافران كده، مش كبير قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين حته العجينه عامله ازاي. هشكل كل الكور بالشكل ده كده. هيطلعوا معايا 14 رغيف. تمام كده. غطيهم بقى باي فوطه كده معايا مخصصه للعجين بس. بعد كده يقعدوا ربع ساعه تاني يستريحوا. وهجيب دلوقتي اول رغيف. هرش شويه دقيق كده بالشكل ده. وبعد كده هجيب النشابة وهفرد بالشكل ده كده. حاولي تخلي كل سمك الرغيف واحد، متبقاش حتة عالية وحتة واطية. انا هنا النشابة كانت مبلولة فخلت وش الرغيف يتلزق معايا. دهنت حاجة بسيطة من الدقيق. وزي ما انتوا شايفين بيتفرد معايا بكل سهولة بالشكل ده. انا بحط ايدي كده عشان اشوف سمك العجينة ارتفاع واحد ولا في جنب عالي وجنب واطي. هوريك دلوقتي السمك اللي انا عايزاه. بصوا، مش تخين قوي ولا رفيع قوي. وطبعا احنا بعد ما بنشكله بنسيبه لمدة نص ساعة تاني عشان يخمر معايا. تمام كده. علشان يديك النتيجة اللي انت شفتيها في اول الفيديو. ما شاء الله ما فيش ولا يعني بصوا، ما فيش رغيف ما اتنفخش، كله اتنفخ معاه. وما شاء الله كبير وصغير. وما احتاجناش كمان ان احنا نشغل الفرن. انا دلوقتي حاطه صينيه حاطه عليها ملايه. واحط العجين ده واغطيه بفوطه تانية او ملايه تانية لحد ما اخلص الصينيه. هعمل دور تاني فوقيها. وهاخد برضو الدور من اللي هو التاني. تمام. عايزه اقول لكم ان انا يعني ما مشيتش بالترتيب. لما جيت اخد اول رغيف خدت اخر رغيف. لان طبعا انا حاطه الملايه وفاصل ما بينهم طبقه عجين تانية. فما رضيتش ان انا اشيل العجين من تحت يعني اللي فوق واخد من تحت عشان ما يتقطعش معايا او يتخرم او مثلا التخمير بتاعه يروح. فزي ما انتوا شايفين انا بدأت من اول رغيف انا عملته، اللي هو اخر يعني اخر واحد انا وقفت عنده وغطيت العجين. وزي ما انتوا شايفين هتشوفوا دلوقتي الرغيف ما شاء الله بيتنفخ. اول حاجة بحط الرغيف بالشكل ده على طاسة سخنة قوي، بس درجة حرارة وسط، مش عالي ولا واطي. تمام. مجرد ما 3 4 ثواني كده يتشمع. وبعد كده بقلبه بالشكل ده كده 3 4 ثواني تاني واقوم قلبيه على الوش التاني. هتلاقي اتنفخ معاكي. بصوا، انا حبيت بس ان انا مجريش يعني المقطع ده علشان تشوف الرغيف. هقلبه دلوقتي على الوش التاني. هتلاقيه اتنفخ بصوا في ثانية. بصوا اهم حاجة بصوا، انا بسلس الرغيف بالراحة. يعني انا ماسكة اللي هي المعلقة وخايفة يعني تخرمه تبهدله او حاجة. ف يعني بالراحة وانت بتقلبيه علشان ما تخرمش منك وتضطري بقى طبعا مش هيتنفخ بعدها. بصوا الرغيف بيتنفخ ازاي ما شاء الله. بصوا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. اهم حاجه اتاكد بس ان هو استوى. فبقلب يمين وشمال حتى لو اتنفخ لازم اقلب يمين وشمال لحد ما وشه احمر. يعني يبقى فيه اثار تحمير زي ما انتوا شايفين كده. بس مش عايزاه يغمق. لو انت شفت في اول الفيديو كان كله لون واحد، كله موحد. العيش على البوتاجاز ما بياخدش دقايق على البوتاجاز او ثواني ويطلع. بصي زي ما انتوا شايفين 3 دقايق من هنا و3 دقايق من هنا. بصوا 3 ثواني قصدي. ما بياخدش ثواني وتقلبيه. بصوا بالشكل ده. مجرد ما بتقلبيه بتقومي قلبها على الوش التاني بسرعة وبصي تلاقيه قب معاكي بالطريقة دي. بصوا لاحظوا كده الرغيف اسرع عيش ممكن تعمليه على البوتاجاز وما ياخدش معاكي اي وقت خالص هو العيش الشامي. زي ما انت شايفة كده. بصوا. ده كان اكبر رغيف اخر يعني اكبر رغيف في العجينة كلها. آه انا لما بدأت باول باخر رغيف عملت بيه يعني اخر رغيف قطعته.
كان من فوق انا بدأت بيه، مش بدأت من اول رغيف انا عملته، لان طبعا ما كانش ينفع ان انا اجيب الرغيف من تحت وهو فيه عجين من فوق. فبدأت بيه. بصوا بقى الرغيف عامل ازاي ما شاء الله. اهم حاجة بس تسيب العجين يخمر معاكي عشان تلاقي النتيجة دي. مفيش ولا رغيف الحمد لله ما نفش معايا، كله نفش زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة بس تصبري عليه لحد ما تقلبيه مرة واتنين كده، هتلاقيه قب معاكي بالطريقة دي. وما تزوديش عليه السوا عشان ما ينشفش منك. عايزة تدخليه فرن البوتاجاز، سخني صاج البوتاجاز نفسه، و يعني خلي النار وسط كده، بس سخني الفرن كويس، وارمي فيه العيش. بس اهم حاجة ما تطولش عليه عشان ما ينشفش. العيش الطاسة بيبقى اطرى من عيش البوتاجاز، عيش البوتاجاز بيطلع ناشف شوية. تمام. انا بطلع العيش زي ما انتم شايفين كده، بصوا بالشكل كده. وبعد كده بحطه تحت فوطة كده او ملاية علشان يفضل طري معايا بالشكل ده. بصوا ما شاء الله بينفش ازاي. انا مبطئلكوا الصورة عشان تشوفوا الشكل، مش مسرعة الفيديو عشان تشوفوا الرغيف بينفش ازاي. كل ما بتقلبيه بس تلاقيه بيعمل معاك على طول ما شاء الله. بصوا الكمية 14 رغيف. بصوا كلهم لون واحد وكلهم مفتوحين. وريحته بقى عايزة اقولك ريحته فظيعة. كيلو دي واحد عمل لي ما شاء الله الخير ده. يتاكل بقى بيه طعمية سخنة، يتاكل بيه جبنة. انا هعمل بيه جبنة دلوقتي وخيار معاكم. وعايزة اقولكوا ده كان العشاء بتاعي، كان خفيف كده وطعمه حلو ومش هتبطلي اكل فيه. بصوا مش عايزة بس اكرمش الرغيف عشان حرام ما يتفعص في ايديا. بس بصوا بوريكم بس ايه اللي هو طراوة الرغيف نفسه، وكله مفتوح عشان ما حدش يقول بس ايه انتي بتمسكي الرغيف اللي هو مفتوح بس. لا بصوا همسك لكم كل العيش. بصوا كل العيش ما شاء الله كله مفتوح، والله ما فيش ولا واحد مني ما فتحش، كله فتح. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتعملي كمية العيش دي من كيلو دي واحد. شوفي هتوفري قد ايه بره. شوفي شنطة العيش الشامي بره بكام، تلاقي نفسك وفرت كتير وانضف بكتير. بصوا تعالوا بقى نعمل سندوتش جبنة بالخيار كده. يا سلام بقى لو كنا الصبح كده وكان في طعمية سخنة، كنت بصوا. والقياش ده احلى حاجة كمان يتاكل حاف. تعالوا بقى نعمل سندوتش جبنة بالخيار. يلا لو عندك شوية دقيق قومي جربي الوصفة دي وان شاء الله مش هتندمي. حاجة كده في البيت بتملى البيت خير كده، وريحة العيش فظيعة في البيت. مخدش معايا دقايق وخلصت الكمية كلها. وزي ما انتم شايفين بصوا، والله انا بسجل لكم وانا عندي بصي كمية برد مش طبيعية. يعني انا واخدة برشام مخلين دماغي دي مصدعة ومدروخة كده، ورغم كده انا بسجل لكم عشان مش عايزة اوقف فيديوهات، رغم ان الريتش عندي واقع والمشاهدة عمالة تنزل مش عارفة ليه بصراحة، مع اني بنزل فيديوهات على طول. بس الحمد لله. آه، انا مبسوطة بكم شخص اللي بيعملوا لايك وبيتابعوني. وزي ما انتم شايفين كده العيش لازم تجربيه. واسفة على صوتي عشان صوتي البرد تعبني خالص. عارفين اليومين دول يومين برد وتعب كده من الشتاء. لسه اقولكم اتفضلوا معايا تدوقوا العيش وتشموا ريحة العيش كده وهو في البيت وهو بيتخبز. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تجربوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو حبيت الفيديو، تعملي بلايك وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.